السلام عليكم. هنا القاهرة. انتوا عارفين اخطر حاجة ايه؟ اخطر حاجة ان احنا نتعود. اسوأ ما يمكن ان يحدث لمصر، اسوأ مما يحدث لها الان، ان الناس تتعود على هذا السوء ولا تلك الدرجة من الانحدار والسوء للاوضاع الى حد انها تعمل اكبر مصيبة هتعملها في حياتها لنفسها للناس دول المصريين، ده الشعب المصري. كل اللي احنا عايشينه ده حالة، وان احنا نتعامل معاها ازاي مع هذه الحالة يعني موضوع ممكن يخلي الحكاية تتفاقم، تتصاعد، تتنيل، تتدهور اكتر. انا بحذرك شخصيا من انك تتعامل مع سوء الاوضاع الراهن بطريقتين: طريقة التعايش والتحايل. اول علامات ان احنا هنفضل في الحفرة اللي احنا فيها دي فترة طويلة انك تتعايش مع البقاء في الحفرة، وانك تبدأ تتعامل وتتحايل على انك في الحفرة. دي النقطة دي الحقيقة مركز قوة الاخوان المسلمين واملهم وخطتهم واجندتهم ووعيهم، لان وعيهم وعي متآمر مش وعي مخطط او وعي استراتيجي كده عايز يقدم بالبلد وعايز يطور. لا، هو وعيه المتآمر ده انه يبقى على قمة السلطة او يبقى في السلطة، والبقاء في السلطة ده يضمنه امتى؟ لما انت تيأس من قدرتك على انك تزيحه عن السلطة. طب تيأس ازاي؟ بالمشهد اللي احنا شايفينه ده، اداء كده عامل زي اداء حركة حماس في غزة. يا جماعة، حركة حماس دخلت الانتخابات ونجحت، اختارها الشعب الفلسطيني في غزة وفي رام الله كمان. نتيجة اوضاع بقى كل الناس عارفاها، فتح، وكانت الدرجة اللي وصلت لها ايه السلطة الفلسطينية بسوء الاوضاع. فكرة طبعا كان لسه حكاية الناس مصدقة بحكاية المشروع الاسلامي والقصص دي، ونجحت حماس. خد بالك الكلام ده بنتكلم 2005 2006، احنا في 2013 دلوقتي، مفيش انتخابات تانية حصلت خالص. وخد بالك حماس بتعمل ايه؟ بقى لها برضه 6 7 سنين بتعمل حوارات والمصالحة الوطنية والمش عارف ايه مع فتح ومع سلطة رام الله. نفس الحكاية بتاع الحوار الوطني. وكل شوية الإخوان كل همهم يعني في إدارة الحياة السياسية في مصر نقعد نتكلم ايه؟ أو كلام، أو رغي، أو لغو، أو ركاكة، أو ملو وقت، أو بكنام، أي حاجة يعني. لا تود ولا تجيب، ولا بيعملوا حاجة، وكذابين في أصل وشهم، ولا بيلتزموا بأي شيء، ولا بيفكروا يلتزموا أساسا بأي شيء. لكن ملو وقت والمباحثات رايحة جاية بقى، نفس اللي بيحصل في الجانب الفلسطيني. كمان يتحرق الشعب، بمعنى انه يعمل تقديرات خاطئة احيانا تؤدي الى انه يحصل مثلا عدوان مجرم من اسرائيل على غزة. فبالنسبة له بيوت بتقع تتهدم، ناس في الشارع، مزيد من الضياع او تدهور الاوضاع في غزة، ولا يفرق برضه. المهم انه باقي، وبيعتبر انه بقاؤه بطولة. وحقيقة الامر بقاء المقاومة بطولة، لكن هو كمان ما بيقاومش. نفس الحكاية، يقال المسلمين طول الوقت كذب 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 فيما يخص اسرائيل، واننا نواجه والاستعمار والغرب والامريكان، وهم اول ناس يتنازلوا ويوطوا وينحنوا ويقبلوا الايدي كمان، واول ناس بيتكلم عن الصداقه مع امريكا والعلاقه الاستراتيجيه. والاخ الطبيب اللي لا فلح في الطب ولا فلح في السياسه ده، اللي بيودوه مبعوث الرئيس ولا مساعد رئيس الشؤون الخارجيه، ومتاجره مع الغرب وحوار مع الغرب وتسويق للغرب وللامريكان، وكل شويه وفود من الاخوان المسلمين في امريكا، وطول الوقت اتفاقات مع امريكا، وطول الوقت يجي يكذب ويقف على منبر الجامع، في الجامع بتاعك انت اللي بتصلي فيه، الافاقين بتوعهم، ويقعدوا يقولوا لكم واو نحرر فلسطين وان ايه والجهاد جهاد ايه؟ شوف الفصام، شوف النفاق، نفس القصه.
حماس برضه المقاومه، اننا حركه مقاومه. حركه مقاومه لا تقاوم خالص اطلاقا، كل قوتها وقدرتها في البقاء في السلطه واداره الامور من فوق السلطه. انما هل حصل اي تقدم اي تطور لهذا الشعب سواء بقى بالعينه بتاعت غزه او الشعب المصري؟ مش مهم خالص. وينتهي الامر بالتحايل والتعايش. فيجي بقى في غزه في حصار فنعمل انفاق، يجي هنا برضه يجي في غزه برضه ما فيش سولار احيانا او بنزين يحط زيت طعام نعمل بيه العربيه. هنا نفس الحكايه. انت النهارده المصريين الخوف الحقيقي على الشعب المصري انه يبدا يتعايش ويتحايل، ونبدا نسلي نفسنا كل يوم الصبح في الشغل بان احنا نحكي على فلان اللي اتثبت على الطريق، شفت اللي حصل مش عارف مع علان ايه، شفت ابن مين ولا بنت مين اللي حصل لها ايه، ونبدأ نسرد لبعض الحوادث والجرائم والوقائع اليومية التي يعانيها الشعب المصري، سواء بقى جارك انت، قريبك، قرايبك، معارفك، الناس اللي في البلد، الناس اللي وتقعد تحكي ونتكلم، او قريت حاجة في الجورنال او سمعت حاجة في التلفزيون ونبدأ نتكلم عنها كوقائع وحكايات غير مستغربة وغير مستنكرة، وكأن احنا بنتعايش معاها، بنتعامل معاها عادي طبيعي. النهارده مفيش سولار والمواصلات واقفه والمرور مشلول ومش عارف ايه، فنبدا متمردين اول يوم، غضبانين اول يوم، منزعجين تاني يوم، قرفانين تالت يوم، متعودين رابع يوم، ساكتين عن الموضوع ده وشايفينه عادي خامس يوم. هو هنا اللي على فكره النظام السابق عاش 30 سنه بده، بس كان كل فتره من الفترات يعمل ضخ كده يعني في الحياه شويه، لكن ايقاع التعايش والتحايل هو اللي بيخلي المصريين يستحملوا البلا الازرق اللي واقع عليهم. الخوف بعد ثوره او انتفاضه وسميها اللي تسميها في 25 يناير، انه رغبتك في انك تقول جاي مش قابل مش بما فيهم اللي كانوا حتى ضد 25 يناير، بما فيهم المجموعات اللي كانت متوجسه او منزعجه من اللي بيحصل، بما فيهم اللي كان شايف النظام السابق طب نصبر عليه يا جماعه، كل ده بما فيه اللي كان في ذهنه وفي يعني وجدانه انه الناس بتوع التحرير دول مؤامره دوليه كونيه. كل ده المصريين كلهم بعد 25 يناير، سواء في ملايين هم اللي عملوا الحكايه دي، لكن في ملايين تانيين عاشوا الحدث ده وعاشوا اللحظه وعاشوا التطور وعاشوا المرحله دي، فبقاش فكره الخوف ولا الانزعاج ولا السكوت ولا الخضوع ولا الخنوع ولا الرضا بالنيله اللي احنا فيها مقبول عند الجميع. بما فيه اللي نزل في 25 يناير واترمى عليه غاز، وبما فيه اللي ما نزلش واللي كان رايه ان اللي نزل غلطان. هذا الشعب كله الان تحت مظله واحده، كلنا بقى عندنا مشاعر واحده، اللي كان مع الثوره واللي ضدها، وهي ان احنا ما ينفعش نسكت. بعد 25 يناير الكل اتكلم بقى عن حق، اتكلم عن باطل، اتكلم من غير ما يعرف، اتكلم من غير وعي، هرتل، بيفتي في اللي ما يفهمش فيه، حاول يفهم اي حاجه مش مهم. اللخبطه كلها، مصر كلها اتلخبطت السنتين دول، اللي فاهم على اللي مش فاهم وكله. انما وصلنا لمرحله ايه؟ وصلنا لمرحله انه جموع المصريين امتلكوا قدره على مواجهه المشاكل واعلان الصوت واعلان الراي، المظاهرات والاحتجاجات. الانزعاج الحقيقي اللي احنا ممكن نشوف المنحنى بتاعه بقى قادم، انه يحصل الاحباط واليأس، فيحصل التعايش والتحايل. التعايش والتحايل ده الرهان الحقيقي، ده الفلوس كلها على الترابيزه كده، رهان القمار اللي بيلعبوا الاخوان المسلمين، الميسر اللي بيلعبوا الاخوان المسلمين، انهم بيراهنوا. وحتى يعني ينسب لدكتور مرسي انه في حوار مع القوى السياسيه واعتقد السلفيين كان بيحكي لهم انه يعني الشعب ده عامل زي الشباب والطلبه اللي رايحين تلاميذ رايحين رحله، فبيبداوا الاول في اول الرحله في منتهى النشاط والهيصه، وبعدين بقى يبدا يتهمدوا يرجعوا من الرحله نايمين. فنفس الحكايه اللي بيتعامل بيها محمد مرسي معانا، ان احنا نرجع من الرحله نايمين،
نرجع من مشوار الثورة والفورة والحماس والمعارضة والرفض والانزعاج من الأخطاء والوقوف قصاد الأخطاء والرغبة في تغيير هذه الأخطاء، إن احنا نرجع نهمد، نسكت، نخمد، نتعود، نتعايش، نتحايل على العيشة وتمشي العيشة واللي عايشينها. هو ده الرهان اللي بيعملوا، لأنهم ما عندهمش حاجة خالص، لا يملكون لا الوعي السياسي ولا الفهم السياسي ولا القدرة على الإدارة ولا المشروع ولا نهضة ولا ما نهضاش، ولا يملكون إلا هرتلة وشوية كذب بيقولوه كما يتنفسون، وبيقولوه عندهم حالة من حالات الإنكار المذهلة المريضة، الإنكار السياسي المريض اللي بيصاب بيها أي يعني متفرعنين أو أي متغطرسين أو أي مغرورين. فالحالة دي هي اللي عندهم، ولا يعني وكمان الحقيقة يتميزوا بقدر هائل جدا في سياستهم بالنطاعة والصلافة، بحيث انه بيعملوا اخطاء وجرائم ولكن حاجة حصل، وفضائح. يعني الراجل وزير العدل ده والكلام اللي قاله حوالين تقرير محمد الجندي ووزير الداخلية اللي قال لي وبدا بقى انه في حد سيملك شيئا من حياء سياسي، شوية من دم السياسة اللي تجري في العروق، فشوية خجل ما فيش خالص. ونفس الحكاية وزير الداخلية، كل يوم في مصر مصيبة، مش تمشي وزير داخلية، تمشي 10 وزراء داخلية مع الرياء، كشفاه وش وظهر، الضعف وقلة الكفاءة والخيابة الأمنية المذهلة، لدرجة انه بيودي واحد رائد شرطة أمن مركزي منتمي للإخوان المسلمين يمسك القوة الأمن المركزي في مواجهة الشباب المحتج حوالين مركز الإخوان المسلمين أو مقره في المواطن. ومع ذلك ولا فيش مشكلة خالص. الصكوك يتقالك مشروع الصكوك الإسلامية، فيقول لك لا دي طرد أزهر، بلاها إسلامية، لم الإسلامية وارميها من الشباك. فالسلفيين يقولوا له واللي مش عارف الدستور والهيئه الشرعيه، يقول لك لا لا في لجنه قانونيه قالت ما فيش، مش هنعرضه على لجنه شرعيه، يلا موافق يلا شيء. ايه ده؟ ايه النطاعه دي؟ ايه الصلافه دي؟ هي دي بقى اللي شغاله. لما يبقى في حد بيدير من اول بيته لغايه مصنع بقى بيشتغل فيه، مكانه عمله، مدرسته، كليته، اي حاجه، مصنعه، اي شيء، بيدير حزبه، بلده، بيدير بالمنطق الجلد التخين، ويبقى قصاده يعني واحد بيدير بالجلد التخين الصلافه السياسيه، والناس اللي بتتعامل معاه تبدا تحبط او تيأس او تفقد الامل. فيبقى احنا قدام احباط في مواجهه نطاعه، احنا يأس في مواجهه صلافه. البلد تتهرس، تداس على طول، تتهرس. اول ما الشعب قصاد الصلافه دي يقول لك ده ناس مش نافع معاها خالص، دي ناس كده عامل زي الراجل اللي بيجي يضرب المعلم رضا في الافلام بدماغه كده، في المعلم رضا مش همه كرشه كده وبتاع، الفنان الكبير الله يرحمه محمد رضا. ف واصله بياكل الكلام يعني فاذا بيه ولا مهتم خالص، فانت طول الوقت تك 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 حاجه، فتبدا تزهق، فيقول وضربك بالروسيه، الروسيه اللي جايه دي بقى. احنا قصاد مشهد كوميدي من النوع ده، انه يقول لك والمعارضه تعمل ايه؟ المعارضه تعمل ايه؟ يعني حتى اللي بيرمي في ناس كده عامله انها على الحياد، وانا كلمتكم قبل كده عن التخنس السياسي، اللي هو لا تعرف هو ذكر ولا انتايه، ما تعرفش مواقفه، ميوعى شيء في مشكله في يعني في جنسه، ما تفهمش هو ينتمي لاي جنس بالظبط في السياسه اللي هو لا له موقف ولا له رؤيه، وعليكم معاكم شويه كده وشويه كده. المهم فيقول لك ايه؟ اخطاء والمعارضه الضعيفه الهزيله المخطئه التي اخطات. طيب كويس، ضعيفه وهزيله، بس قول لي هي ايه ادوات المعارضه في اي مكان في العالم؟ المعارضه السلميه طبعا، وما عملتهاش المعارضه بمنتهى القوه، جبهه الانقاذ او غيرها.
يعني مظاهرات بالملايين حصل، احتجاجات حصل، مظاهرات بمئات الالاف حصل، رأي عام اتكون. كل شيء، كل مظاهر العمل السلمي السياسي المعارض المحتج اتعمل. لكن لما بيتعمل ده في مواجهة صلافة ونطاعة سياسية، ما مش هجيب نتيجة. يجيب نتيجة ازاي؟ شيء مصمت لا يأتي بيجيب، بالعكس في إصرار، وبقول لكم غرور وغطرسة وجهالة وجشامة وإصرار على الموقف بشكل هنعمل اللي احنا عايزينه وتتحرقوا، وعمى حيسي بقى. فشوف المليون 100,000 واشوف 700,000 70,000 ونعمل اللعبة اللي الإخوان بيعملوها دي. طب المعارضة تعمل ايه؟ الناس ولعت في نفسها، ناس رموا على نفسهم جاز وقاموا صكين بتاع الكبريت ولع في نفسه، حصل. طيب الناس تعمل في نفسها ايه بقى؟ المعارضة تتصرف ازاي ازاء كائن وكيان بالشكل ده؟ وطول الوقت انا بفكركم النظام السابق او الرئيس السابق لم يتنحى عن الرئاسة بفعل مظاهرات الشارع. ما احسن نكون متوهمين انا وانتو ان وقفنا في الميدان 18 يوم هو اللي خلى مبارك يمشي. لو انت باني تصورك على ده يبقى الحقيقة انت باني بناء فاشل وهتطلع بنتائج خاطئة. مبارك مشي نتيجة الجيش والامريكان والاخوان. عملوا ايه الاخوان؟ غير انهم كانوا في الميدان برضه اتفقوا مع عمر سليمان، لا عمل الموقف بتاع حماس وحزب الله واقتحام السجون اللي البعض بيقول لك لا ده حبيب العدل اللي فتحها، برضه حاجه يعني ان حد بيقول الكلام ده دلوقتي دي حاجه مضحكه هزليه. الناس مش عايزه تشوف واقعها، تعرف ما جرى. ناس بتنكر حتى يعني اي حقائق عشان مشاعر عاطفيه. عايزين نقول ان الثوره دي احنا اللي طلعناها وعملناها. طب ما ده احنا اللي طلعناها وعملناها، احنا الشعب المصري، احنا اللي خرجنا طبعا احنا اللي خرجنا في الشوارع. انما هو انت يمكن ان تتجاهل 99 اسم شرطه في يوم واحد في ساعه واحده بيتم الهجوم عليها وتقول لي ثوره مين؟ هو احنا كلنا واحنا موجودين في ميدان التحرير كان حد عارف اساسا ان الاقسام بيحصل فيها كده؟ والصور الفيديو اللي مصوره المساجين وهم بياخدوا البهايم بتاعت السجن، مزارع المواشي اللي كانت عاملاها السجون وكذا سجن بعينه، والعربيات اللي وصل. هنتجاهل كل ده. اللي حصل ده في السجون وفي الاقسام هو اللي وقع وزاره الداخليه على ركابها في 28 يناير اللي تفضل دكتور مرسي وقال انهم كانوا في قلب الثوره. ما تعرفش تقول له ايه ده، ما تعرفش يعني هل يمكن تملك تعليق متماسك يعني عصبيا وملتزم اخلاقيا عشان ترد على حكايه كلام دكتور مرسي انه الشرطه كانت في قلب ثوره يناير؟ تقول ايه؟ لكن برضه ارجع تاني اقول حاجه شكليه كده، الرغبه الشديده في انه يرتجل ونقول اي كلام في اي حته وفاكر انه يعني لما هيقول يعني هيعمل فتوحات، بالحقيقه بتوقعه في مشاكل وتوقعنا كلنا، والمشهد بيبقى مخجل ومؤسف. يعني يصل الى حد يعني ان احنا قصاد رئيس يقول اشياء لا معنى لها ويقول كلام يعني هزل سياسي. وللاسف طبعا جنود السمع والطاعه والامن المركزي الاخواني بتاعه ده يطبل ويهبل وده كلام رائع وجميل واي حاجه بيقولها، وهو كلام يعني شيء بقول لك يوصلنا الى مستوى دول اللي بيحكمونا. يا نهار اسود، ما كناش عارفين نستنضف شويه؟ دول الجماعه دي بالدرجه دي؟ طب كانوا يستنوا شويه لما يتدربوا على القياده وعلى الحكم وعلى الاداره ويقعدوا بقى في الاماكن بتاعتهم دي. انما مش معقول من السرداب والتنظيم السري للحكم على طول، فيبقى احنا شاربين احنا العيا النفسي اللي قاعد بيدير بينا حياتنا في مصر ده. ومن ثم
التظاهر السلبي، الاحتجاج السلبي في مواجهة وتصرفات وسياسات الإخوان المسلمين مش هتعمل النتيجة اللي انت متصورها إلا لو الإخوان المسلمين عندهم عقل وعندهم ضمير. إذا ما كانش عندهم عقل وإذا ما كانش عندهم ضمير يكش تخرج في مظاهرات من هنا للسنة الجاية ولا تفرق، أو يبقى في عنصر آخر زي ما كان حاصل في ال 18 يوم، وهو عنصر الجيش مش عايز مبارك يكمل ومش عايز جمال مبارك يجي. الامريكان شايفين النظام بعد 4 ايام من المظاهرات بقى ورقه محروقه، فبسرعه قبل ما الثوره تنجح نمشي مبارك قبل ما الثوره تنجح ونعمل البديل ونتفق على مين اللي جاي. والاخوان ودورهم اللي احنا شفناه على صعيد كسر وزاره الداخليه والامن. فده العوامل اللي تفاعلت فنجحت تنحي مبارك والنظام ما سقطش، وقدر الاخوان يرثوا نظام مبارك زي ما هو. ودكتور مرسي سعيد جدا انه بيلبس بدله مبارك، فيعمل نفس اللي بيعمله مبارك وعايز يعمل نفس اللي بيعمله مبارك، اشمعنى انا؟ وبنفس السياسه وبنفس المنطق وكله كده بقى، الوزراء كده وكل حاجه كده. ده يودينا لايه؟ يودينا اللي فاكر ان المظاهرات مهما عظمت ومهما اتسعت هي اللي هتقنع محمد مرسي انه غلطان، واللي فاكر انه الاحتجاج السلمي هيجيب نتيجه مع الجماعه دي، فالنتيجه زي ما انتم شايفين زي ما احنا شايفين بالظبط. لانه لما يبقى في يعني شاب منتمي للاخوان ما عندوش اي مشكله انه يضرب بنت بالقلم او ست بالقلم دفاعا عن الاخوان المسلمين ودفاعا عن رئيسه، فاحنا بنتكلم في لا امل. بنتكلم دي جماعه بلا قلب وبلا عقل وبلا ضمير. طب اللي بلا عقل وبلا قلب وبلا ضمير ده يحل لك مشاكلك ازاي؟ مش هيحل حاجه، هتفضل تتفاقم وتتصاعد. هو بقى امله في ايه؟ صندوق النقد يجيب له قرشين، فيضطر طبعا يعمل رفع للدعم، فالدنيا برضه تولع اسعار ويعني وينسحق فيها الفقير قبل اي حد. يعني معتمد على شويه قطر، ممكن مش عارف ايه، اي حاجه بقى، اي كلام، ما هو يفتح نفق اي حاجه. ثقافه انه تتحصر مصر اساسا، ثقافه انه ما حدش يتعامل معانا، ثقافه انه ما فيش مستثمرين يجوا، ثقافه انه البلد تبقى حالها واقف، ان الناس مش لاقيه تاكل ولا يهتم بيه ولا فارق معاه اطلاقا. اللي فارق معاه الكرسي والقعده في السلطه، ومعول بقى على مشروع الصكوك ده هيجيب لنا، مش هيجيب مين اللي يجيب يعني بلد. انت طارد لاي مستثمر وطارد لاي حد معاه قرشين، فجاي تقول لك الصكوك الاسلاميه يشتروها هم، زي ما كل الكلام بيقول ان الحريق اللي حصل للمول بتاع طلعت حرب ده يعني بعد مناقشات وحوارات بين اطراف تنتمي للتيار الاسلامي يا سيدي لشراء المول. وزي ما الناس بتتكلم في الغردقه على عروض الشراء اللي بتتقدم من رجال اعمال اخوان للفنادق اللي مفلسه والشركات اللي اوشكت على الافلاس. زي بالظبط بقول لك زي حماس، اثرياء حماس بقى والجماعه اللي بيستفيدوا بالنفق، فيطلع هم ياخدوا كل حاجه ويبقوا عاملين الطبقه بتاعتهم الماليه اللي قادره تستفيد، زي بالظبط اغنياء الحرب. في اغنياء ثورات برضه، في اغنياء المرحله الانتقاليه اللي هم بيستثمروا معاناه الناس والواقع الاقتصادي السيء ويكسب هو، زي اي مرابي يهودي في الروايات والقصص اللي انت كنت بتقراها. وعشان كده لما بنسمع دعوات من النوع اللي قالها دكتور عبد المنعم الفتوح، حكايه يعني اخر من قالها، يعني احدث من قالها، هي اتقالت طبعا من فتره، جبهه الانقاذ قالتها وانطرحت واتناقشت، ولعل انا قلت هنا كذا مره وكتبتها في مقال وغير، لكن احدث من يتحدث في هذا الموضوع يعني هو دكتور عبد المنعم الفتوح، حكايه الانتخابات الرئاسيه المبكره. طب هو مين اللي هيعمل لك انتخابات رئاسيه مبكره؟ مين اللي هيستجيب للانتخابات الرئاسيه المبكره؟ يعني محمد مرسي الصبح اللي قال لك على جثتي امشي، هيطلع يعني عينيه تدمع لما يلاقي رفيق الدرب القديم
عاملين مفتوح كمان الضم الى اللي بيقولوا انتخابات رئاسيه مبكره، فيقول لك يلا نعمل انتخابات رئاسيه مبكره، او خيرت الشطر هيتهز ضميره او عقله ويحس يعني على واقعه السياسي بلاش حاجه تانية، ويقولوا نعمل انتخابات مبكره. ولو عمل انتخابات رئاسيه مبكره وهو ايه بيحكم، هو برضه هو اللي بيدير. اذا كنا بنقول انتخابات نيابيه في ظل حكومه مهيئه ومعده ومجهزه للتزوير، ما ينفعش ولا يمكن من ادارتها ولا يمكن المشاركه فيه. فهيعمل انتخابات رئاسيه، مين اللي هيشرف عليها ان شاء الله وهو موجود برضه؟ ولا هشام بيك انديل، ولا احمد بيك مكي، ولا محمد بيك ابراهيم، كل البكوات بتوعهم؟ يعني عبث برضه ان احنا متصورين ان الناس دي ممكن تستجيب. الناس دي عندها مسام وهتستجيب. انا يعني اقول لكم لن يستجيبوا ابدا. الاستجابه لابد تكون بضغط هائل. هتقول لي ايه الضغط الهائل؟ الشوارع فيها ناس ما اضمنلكش يعني. لكن عشان مصر تتغير وتتطور، وعشان الوضع ده لا يستمر بما نحن فيه وغطسانين مرمودين ولا مردومين تراب فوق دماغنا، لازم قبل اي حاجه لا تفقد الامل ابدا. وقبل اي حاجه لا يجب ان تتعايش مع اللي انت فيه. ما ينفعش يضرب الصرف الصحي في الشارع وتضرب المجاري ويبقى الشارع كله بركه لا مؤاخذه يعني فضلات. فيبقى الحل اللي بيعمله سكان الشارع انهم يجيبوا قوالب الطوب ويحطوها فوق برك المجاري ويعدوا عليها هم وعيالهم، عشان اللي يروح المدرسه ولا يروح الشغل، وتستمر المجاري بطفحها بريحتها بتلوثها بتلوثها بقرفها موجود. لا، هو دي الكارثه، انك ترمي قوالب الطوب على بحيره المجاري اللي قصاد البيت دي او في قلب الشارع وتعدي عليها وكأن حاجه حصلت ولا كأن حاجه حصلت. هو التعايش ده، التعايش مع القبح، التعايش مع الديكتاتوريه، التعايش مع الاستبداد، التعايش مع ان الميه بتقطع. فخلاص نبدا بقى نتعود ان احنا نخزن ميه وبتاع وكانه عادي طبيعي، كاننا في ظروف حرب مثلا، او انه الكهرباء بتقطع فنبدا بقى جايبين فوانيس اللي مش عارف ايه ومظبطين ايه، واللي تدري شويه بيدور له على مولد